ماما توفى أوي. توفى. انت بتعملي ايه يا سيل؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ عيس. بتاكلي مانجا؟ المانجا ايه؟ توفى. تحفة. المانجا ايه؟ توفى. ورين. هوريكم دلوقتي المانجا بالشكل ده كده. ودي يا سيل، ودي ماما. ايه الاخبار؟ حلوة؟ بجد؟ الهنا والشفا. بجد جربوها مش هتندموا، طعمها بجد جميل جدا. المانجا ايه؟ تحفة. توفى. لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ موسم المانجا بدأ، وطبعا اللي ليه في المانجا يجي، عشاق المانجا. هعمل النهارده معاكم حلقة كده بسيط. انا ما عملتش كيكه ولا حاجه، انا جبت الكيكه اللي هي اسمها توينكز، في منها بالكريمه وفي منها بالمانجا، بس انا ما لقيتش دلوقتي غير هي اللي بالكريم بالشكل ده. هعمل معاكم كده حاجه حلوه جميله تتحط في التلاجة لمده ساعه وهناكلها كلنا مع بعض. طبعا عندي هنا توينكز، عندي هنا مانجا مقطعه مكعبات صغيره، فيها طبعا حبه صوص لان دي مانجا سكري، وعندي هنا كوبايه كبيره من عصير المانجا، وهي فين عندي كوبايه من الكريم شانتيه، وفي ظرفين من الكريم كراميل معاهم طبعا العسل بتاعهم، وعندي هنا علبة من القشطة أو الكريمة اللي هي بتيجي من عند السوبر ماركت، علبة قشطة. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي هنا طبعا شفشق الخلاط هحط فيه، أنا عندي هنا كوباية كاملة من عصير المانجا، هحط نصه بس في قلب شفشق الخلاط، وهحط كمان معاه ظرفين الكريم كراميل، وهحط كمان معاه كوباية من الكريم شانتيه الخام او البودر العادي، مفيش اي مشكلة خالص، وعلبة القشطة. ما عندكيش قشطة مفيش اي مشاكل، ممكن تاخدي معلقتين او 3 من قشطة اللبن البلدي بتاعتك، مفيش مشكلة خالص. انا حطها بس تعمل لي غناوة ليس اكتر. وهنحط العسل اللي بيجي مع الكريم كراميل، بيدي طعم حلو قوي مع الوصفة دي. وهنبتدي ان احنا نضربهم في الخلاط بالشكل ده. هنا خلاص ضربتها بالشكل ده، بس للأمانة انا لقيتها تقيلة شوية، حطيت عليها شوية عصير مانجا تاني لحد ما تبقى زي الكريمة معايا كده في الخلاط او اخف شوية. جبت هنا عندي الصينية وهبتدي ارص فيها التوينكز زي ما قلنا بالشكل ده. على فكرة ممكن تعمليها بكيكة عادي جدا، بتحطيهم كده على اساس ان هم يتحط عليهم المانجا، او اي حاجة انت عايزة تحطيها عليهم. فكرة ممكن تتعمل بفراولة، اي حاجة، بس ده موسم المانجا وما تفوتهوش يا جماعة، عشاق المانجا هنا يجوا. طبعا هنا هحط معايا شوية كده من العصير بتاع المانجا كده، ولو عايزة تحطي كمان حبة كده من القطع اللي معاكي مفيش اي مشكلة خالص، المانجا مش هتقول لا. بعد ما تعملي كده العظمة بقى في الخليط ده، حطيه بقى كده بالشكل ده على المانجا بتاعتك، هتاكلي احلى طبق مانجا كلتيه في حياتك. بيتقدم على فكرة يا جماعة في الاوتيلات الكبيرة وتمنه عالي قوي، بس ما بيقولكوش ايه الصوص اللي بيبقى فوق. بعد ما بتحطي كده بالشكل ده، عندك بقى الصوص بتاع المانجا بتاعك
عندك حتت المانجا بتاعتك، وعلى الوش اديها مانجا تاني. يعني انا عايزاكي ما تحرميش نفسك من المانجا بالشكل ده. تتحط بقى في التلاجة ساعتين كده او 3، هتمسك وهتبقى طعمها تحفة. وكلي بقى وادعيلي. بالشكل ده. في حتة هنا ما اتحطتش فيها حتة مانجا، مش هينفع طبعا، لازم تغرقيها كده مانجا، تحرميش نفسك من مانجا. هنحطها في الفريزر او في التلاجة لو انتي مستعجله عليها عشان تاكليها. هي عامه انا هاكلها كده من غير ما ادخلها التلاجة. معرفش انتوا بقى تاكلوها ولا تعملوا ايه، بس هي المفروض تحط في التلاجة شويه.